عارف يعني ايه شاشة تنفع للشغل والجيمنج والميديا واي استخدام؟ معادلة صعبة بس مش مستحيلة خالص. النهاردة جايب لك شاشة فيها كل حاجة تقريبا. جايب لكم النهاردة شاشة اختراع بصراحة، يعني مفيش بعد كده. لينوفو ليجن الجديدة، ريزولوشن 2K و240 هرتز وبانل اي بي اس واي ام دي فري سينك بريميوم اس ار جي بي 99% واتش دي ار 10 وحاجات كتيرة قوي. يعني كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه في الشاشة دي. يعني هيبقى معاك شاشة تكمل سنين لقدام بدون ما تفكر تحدثها. لا ومش بس كده، ده انا جايب لك كود خصم هدية يا معلم عشان تشتريها بارخص سعر في مصر، عشان انت شهابي اصيل برضه ولازم نروق عليك. تقدر تستفيد بكود الخصم وتشتريها باحسن سعر في السوق كله من خلال محلات سيجما كمبيوتر. هتدخل كود الخصم وانت بتشتري من على موقع سيجما، وكود الخصم هكتبه لك على الشاشة دلوقتي، ومن خلاله هتاخد افضل خصم وافضل سعر للشاشة في السوق المصري كله. ولو لقيت حد سعره احسن منهم هاتها من عنده، بس ما افتكرش الشاشة بالسعر ده ومع الخصم ده مش هتلاقيها في احسن من سيجما كمبيوتر، لان هم موفرين فعلا سعر مميز جدا. تقدر تعمل الاوردر من على الموقع بتاعهم مباشرة وهيوصلوا لك لغاية باب البيت، او تقدر تستلم من اقرب فرع ليك سواء في القاهرة او في اسكندرية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك العروض الجديدة دايما. وما تنسوش طبعا تدعوا لاخواتنا واهلنا في مصر وبره مصر، ربنا يفرجها علينا جميعا يلا. هيا بنا في رحلة شهابية جديدة. انا عايز اقولك وقبل اي حاجة اعتبر ده مش فيديو مراجعة خالص، ده فيديو انا شفت فيه شاشة كويسة وبتشارك معاكم مواصفاتها وبنجربها مع بعض. يلا بينا نبدأ بالمواصفات الرسمية. الشاشة 27 بوصة 2K ريزولوشن 2560 في 1440 اللي هو QHD. البانل IPS وده الأقرب لقلبي طبعا، يعني أعلى دقة ألوان وهتشوف من جميع الزوايا بوضوح. الريفريش ريت أو معدل التحديث أو الفريمات يعني كله نفس المعنى، شغال 240 هرتز وده رقم يخض ومحتاج اختبار تقيل قوي. معدل الاستجابة أو معدل التأخير 0.5 يعني نص تقريبا MBRT. معدل استجابة عظيم جدا، يعني عايز أقولك ما كملش 1 ملي سكند حتى، فانسى طبعا أي لاج يحصل على الشاشة دي. الشاشة بتدعم تقنيات المزامنة زي ال AMD FreeSync البريميوم. في برضه خصائص تانية احترافية زي حماية العين الاي سيفر، وفي كام خاصية تانية بتظبط منهم الألوان وطريقة العرض. عندنا دعم كامل للهاي دايناميك رينج ال HDR10 وده بيعمل تحسين كبير لكواليتي الصورة. الاسبكت ريشيو او نسب العرض والطول هي 16:9 وده الطبيعي في كل الفئة دي تقريبا. الباك لايت دبليو ليد ودي زيها زي الليد العادي بالظبط، بس ماركتنج جديد وفيها تعديلات بسيطة قوي، وتعتبر بشكل عام من احسن انظمة الاضاءة طبعا. زوايا الرؤية 178 درجة رأسي وأفقي، يعني الرؤية هتبقى كاملة تقريبا من كل الزوايا. البرايتنس 300 مع كونتراست ريشيو 1000 وده معدل معقول وكويس بالنسبة لحجم الشاشة، هيدينا سطوع وفصل ألوان ودرجات أبيض وأسود مظبوطة جدا. زي ما احنا شايفين كده من الجنب الرؤية حلوة وواضحة بنسبة كبيرة، كمان الحواف السوداء في جسم الإزازة نفسها موجود من الأربع جناب، هو جزء مش صغير قوي وجاي على الفريم بالظبط، وكمان مش كبير أوفر يعني شغال. الشاشة بتعرض 16.7 مليون لون بدقة 8 بت، ومعدل كثافة البكسلز هو 109 لكل إنش. معايير نطاق الألوان اللي معانا هي DCI B3 وبتيجي بمعدل 90%، و sRGB بتيجي بمعدل 99%. وسريعا كده بمنتهى التبسيط الشهابي من غير أي تفاصيل معقدة، المعايير دي بتعبر عن مدى كثافة وتغطية وتشبع اللون المعروض قدامنا على الشاشة. كل معيار من دول ليه مساحة توزيع وسطوع وتطبيقات مفضلة إنه يشتغل بيها، بس بشكل عام كلها مقاومات بتأثر في دقة الألوان وطريقة عرضها. وعشان أقولك المفيد، احنا لما نيجي نختار يستحسن ما نقلش عن 90% وما نزيدش عن 100%، وده في كل المعايير عموما. الرينج ده كويس قوي ويعتبر مثالي. نركز اننا ما نقلش ولا نزيد عن النسب دي بحيث ناخد افضل درجات ألوان سليمة ومريحة للعين. الناس اللي بتشتغل في مجال الجرافيكس وصناعة المحتوى بتركز قوي في النقط دي، وبيبقى من اهم معايير اختيارهم للشاشة هي جزئية نطاق الالوان وتفاصيلها، لانها بتنقل اللون لحتة تانية خالص، فلازم تكون مظبوطة لأقصى درجة. ولما بنقلب كده في المنيو بتاعت الشاشة بنلاقي الاوبشنز دي كلها وبنختار اللي احنا عايزينه، يعني مثلا مشغل ميديا او جيمنج او تصفح، كل حاجة فيهم ليها الوان معينة بتبقى مريحة للعين اكتر، فانت بتختار المود حسب اللي يناسبك او عاجبك. عندنا مخرجين HDMI 2.1 ومخرج ديسبلاي بورت 1.4، وبيجي مع الشاشة كابل ديسبلاي بورت وكابل باور.
وزن الشاشة 4 كيلو تقريبا بدون الستاند، و6 كيلو شاملة الستاند. هي مش خفيفة ومش تقيلة اوفر برضو، يعني وزنها مناسب جدا، وهتثبت قدامك على المكتب من غير ما تتهز حتى لما تحرك ايدك. بالنسبة لتصميم الشاشة الخارجي، فالتلات جناب بتوعها فريمليس تقريبا، اما الجزء اللي تحت اعرض شوية، بنلاقي فيه الزراير على الجنب اليمين ومكتوب عليه كلمة ليجن في النص. الفريم والستاند وكل الشاشة باللون الاسود المط. الستاند بيلف معانا في كذا اتجاه، رأسي وأفقي ودوران كامل، نقدر نعدل وضعيته بسهولة حسب راحتنا. الشكل العام لذيذ، الشاشة والستاند كمان حجمهم مضغوط ورفيعين، مفيش فريم مزعج للعين أو دوشة في التصميم، يعني انسيابيين جدا. الشاشة بتيجي بضمان 3 سنين من سيجما كمبيوتر، وده وقت طويل بيديك أمان وثقة. سعر الشاشة 12500 جنيه، وتقدر تفعل كود الخصم وتاخدها بأحسن سعر في مصر كلها. واول 10 هيشتروها ليهم شحن مجاني هدية كمان. يعني شايف التظبيط يا معلم؟ ظبطني انت بقى، وما تنساش تكتب لي تعليق حلو وتشترك في القناة. الشاشة من الحاجات الصعبة في الاختبار، لان في كلام ومواصفات مكتوبة وكل الحاجات الحلوة دي، بس في النهاية انا بعتبرها زيها زي الاكسسوار، يعني تتحس وما تتقلش. لازم عينك ترتاح لدرجة الألوان، لازم تحس إنها سموث كده ومفيش لاج، في تفاصيل بتختلف حسب تقدير وراحة كل شخص، وفي النهاية الموضوع ذوقي مش تقني قوي. بس خليني أقولك إن في حاجات بيكون عليها إجماع نوعا ما، بتبقى عاملة بالانس حلو كده. الشاشة دي بقى من الحاجات اللي عاملة التوازن ده، محققة معادلة حلوة جدا. انا بشتغل شغل القناة والفيديوهات والمحتوى كله سواء بريمير او فوتوشوب، وكذلك بلعب، فاستخدامي بيبقى شامل نوعا ما، فعشان كده انا بشاركك التجربة وبقولك لا انا اقدر احكم عليها قوي، لان انا كمان متعود على الاي بي اس باعلى الشاشات بتاعته، فصعب انبهر بحاجة. لكن هنا فعلا الشاشة حلوة جدا، الوانها رائعة، يعني مفيش تسريب ولا فصل للضوء بشكل مزعج خالص، زي ما شايفين كده في الاسود الكامل، يعني الطبيعي اللي نقدر نتعايش معاه. وهنا لو هنعرض كتابة من بعيد شايفين برضو البيكسلز وعاملة ازاي، يعني انا عامل البرايتنس 85 والكونتراست 80، وقدامكم معدل السطوع والتباين مرضي جدا لاغلب العيون، يعني مش هتحس بوجع خالص. فبالنسبة لي الشاشة دي تعتبر ريفرنس لو عايز تعرف لون او دقة. كمان المودز الكتير والاوبشنز اللي في القائمة الجانبية هتفرق معاك، تقدر تظبطها حسب المناسب ليك، تفعل ال HDR او تقفله، وتلغي البريميوم فري سينك او تسيبه، هتشغل كذا مود للجيمنج او لمعدل الفريمات، تفعل ال sRGB او اي مود تاني للصورة، يعني في تخصيصات كتيرة حلوة وهتناسب الاذواق كلها. في الجيمنج ومع تفعيل الفري سينك بريميوم شفنا الاداء مع كذا لعبة تنافسية. عايز اقولك انا اول مرة اجرب ال 240 هرتز، متعود بقالي فترة على 144، بس الدنيا هنا حلوة قوي. الشاشة مقدمة اداء ثابت بدون اي ستاتر او لاج يذكر، يعني في كام لعبة كنت بلعبها على 144 ويعني حسيت برضو باختلاف، وهو مش الاختلاف الجامد قوي، بس 100 فريم برضو لا عينك هتلاحظهم، مش حاجة بسيطة. وما تفتكرش اننا عشان بنقول 240 هرتز فهي شاشة جيمنج وبس، لا خالص، الالوان والدقة معانا احترافيين قوي، والشاشة مناسبة للجرافيكس والمحتوى بشكل عام. فزي ما قلت لك في البداية، انت معاك مونيتور متكاملة هتغنيك عن اي شاشة اضافية. ترشيح شهابي اكيد.